قررت المحكمة إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية. وأخيرا أسدل الستار على قصة سفاح التجمع، وكانت النهاية وآخر جلسات المحكمة واعترافات سفاح التجمع. وفي التحقيقات قال كريم إنه اتولد في القاهرة وكان أكبر إخواته وسافروا لأمريكا مع والده ووالدته، وحسب كلامه إنه كان ذكي وشاطر وأهله ربوه على التدين. لما بقي في سن المراهقة زمايله كانوا بيتكلموا معاه عن العلاقات بين الراجل والست، وكانت مامته بتقوله إن الكلام ده حرام. وابتدى شرب المخدرات وهو عنده 14 سنة في حفل الهالوين، وكان في حفل لعمرو دياب في نيويورك، وسافر والده ووالدته من البلدة اللي هم عايشين فيها عشان يحضروها، وسابوه مع البيبي سيتر، وهناك عمل علاقة جسدية معاها. وكانت البيبي سيتر هي أول واحدة يعمل معاها علاقة، وحس إنه بقي راجل وقرر إنه يعمل كل حاجة حرام، وكان بيغري البنات بالفلوس، وبقت كل حياته مخدرات وخمرة وبنات. أما كان في الجامعة في أمريكا فكان عايش بره البيت وكان بيعمل كل اللي هو عايزه، وكانت علاقته بالبنات في الفترة دي علاقة منحرفة، وكان بيعمل أكتر من كده، كان بيعمل علاقات ثلاثية ورباعية وفي أماكن عامة وقدام الناس. ولما كان حد من زمايله عايز بنات كان بيكلمه، وكان البوب هناك. وجار المتهم في أمريكا بيكشف لمذيع مصر أسرار كتيرة مفاجآت عن حياته هناك عن طريق اتصال تليفوني، حاجات لأول مرة نعرفها. يلا بينا نسمع التسجيل وبعد كده نتكلم. ده منتمي اكبر عصابه في امريكا. انت لو بصيت على الوشم اللي على دراعه اليمين هتلاقي ايه؟ مرسوم حاجه اسمها هنا الانجليش يقولوا عليها ماشين جان. ده البلانك شوف ده فيه فوقيه جمجمه بعين واحده مرسومه برضه وشم على صدره، صح؟ تنتمي الى اكبر عصابه في امريكا اسمها بلاد اللي هي الدم يعني. بلاد دي اكبر عصابه في امريكا. بيعملوا ايه؟ بيغتصبوا النساء ويقتلوهم ويمارسوا معاهم الجنس وهم ميتين. الشخص ده كان عايش معانا هنا، مشارك واحد فلسطيني، عندهم ميني جاز ستيشن، مقدورين ماليا. ده انا بقالي 41 سنه هنا بعرف الشخص ده كويس. ابوه مقتدر ماليا وانفصل عن والدته، ووالدته نزلت مصر من زمان. تمام. وهو هنا اول مشكله عملها. المشكله دي كانت مشكله كبيره، والعمال اللي عند فريد وفريد ضربوه لان فريد واصل تبع الدوله حاجه زي كده، فهمتني؟ والانشورنس امه اللي هي دفعت للولد يصلح العربيه، واتكفت بتصليح العربيه وتصليح المحل، والدته اللي عملت كده وهو كان عايش هنا. وبعدين بعد كده طلع من هم على ناس جوه، طلع بقى من جوه حط الايه؟ التاتوهات دي بقى اللي في جسمه كلها. هتلاقي جمجمه بعين واحده وزي كده نشوف كده مرسوم على دراعه اليمين. الولد ده بقى بعد كده عمل قضيه اغتصاب هنا عشان ادي لك فكره. عمل قضيه اغتصاب مع واحده امريكيه من اصل اسباني، اللي هم الاكوادور السلفادور، عارف انت الاسبان اللي عايشين في امريكا اللي هم بيقولوا عليهم امريكا الجنوبيه. هم دول اغتصب واحده منهم وهرب على مصر. ازاي هرب على مصر؟ هرب عن طريق كندا ونزل مصر ما رجعش تاني. ده ما يمثلش المصريين يا اخوانا. لا طبعا ما يمثلش المصريين. ده ما يمثلناش. اعرفه شخصيا وهو فيري دينجرس. يعني لما كان بيخش اي قهوه كافيه عربي كان الناس بتعمل له ساكل ويجي ويمشي، يسيبوا له القهوه ويمشوا. انتوا عمالين تقولوا ثلاثه ايه بس؟ ده لا يقل عن 20 واحده. يعني هو قاتل كتير؟ لا 3 ضحايا كتير كده؟ طبعا. هم بلاد دول جزء من عابده الشيطان. جزء. مش احنا عندنا بقى البلاد ده عندهم جزء بقى، الجزء الاكبر فيهم ان هو اغتصب كام واحده وقتل كام واحده. اللي بيقتل عدد اكبر من النساء فيهم هو ده بيكون الزعيم بتاع بلاد. ازاي بس بيمشي بتيشيرت حمالات وشورت؟ اي حد بيحط الجمجمه المعين واحده والرشاش اللي هو بيتحط على الدراع ده اسمه بلاد. كانوا بيكلموا على الطفل هيرجعوه امريكا بدون امه، ان الطفل ان الولد ده يحمل الجنسيه الامريكيه. ولما رجع مصر اشتغل في مدرسة خاصة هو ومراته، كان بمرتب كبير جدا في مدرسة انترناشونال في بورسعيد. وبعد كده سابوا المدرسة وقرروا يفتحوا مركز للوشم والتاتو، وحسب كلامه ان مراته كانت بتخونه وقعد يراقبها وصورها وقدم الصور للنيابة.
لكنها هربت لإنجلترا. لما عرف انها هربت لإنجلترا، عارف برضو انها كانت بتبعت لعشيقها فلوس وما كانتش بتسأل في ابنه، وقرر انه ينتقم من مراته. فقرر انه يعمل علاقات كتير مع ستات في بورسعيد، وبعد كده استلم شقته في القاهرة، وكان بيجيب بنات كتير فيهم يمارس معاهم الرذيلة ويصورهم. اتعرف على ديلر اسمه زياد، وعرض على زياد انه يجيب له بنتين يعيشوا معاه، وعرض عليه زياد انه يجيب له بنتين يعيشوا معاه ويعمل معاهم علاقة في مقابل انهم يعيشوا معاه في البيت. وعرف ان واحدة فيهم تخصه، واحدة اسمها لوزة والتانية رحمة. فوافق كريم وعاشوا معاه في البيت، وكان كريم بيمارس الرذيلة مع رحمة. وزياد شك في يوم انه بيخونوا مع لوزة، وجاله زياد ومعاه اخوه عبده بلحة الساعة 3 الفجر، وكانوا عايزين يكسروا باب الشقة. وقتها حذرته رحمة وقالت له ما تفتح لهمش الباب، وطالما جايب اخوه عبده بلحة معاه يبقى جايين يسرقوك. واتصل كريم بالامن ومشى البنتين من بيته، وعرف من السواق ان شباب مستنينه عند بوابة الكومباوند، وكانت عنده لوزة فعلا عمل علاقة معاها وقرف منها. وبعد كده قرر انه يمشيها ويعمل لها بلوك، وقرر انه يمشي البنتين. لكن كلمته رحمة بعد كده وطلبت منه انه يرجعها البيت، وكانت جايبة اختها وابنها، لكنه قال لها عايزة تقعدي لوحدك ماشي، لكن اختك وابنك لا. وقعدت وحدها فعلا، وقعدت رحمة. وبعد كده اكتشف كريم المؤامرة دي كانت بين رحمة وزياد. كانت رحمة بتبعت رسائل لزياد. زياد ده الديلر بتاع المخدرات اللي كانت لوزة تخصه، اوعى تنسوا. وكانت المؤامرة اللي بينه وبين رحمة وزياد، اللي كانت بين رحمة وزياد، انهم بيتفقوا على خطف ابنه كريم. فقرر انه هو يركب صورة ليه قدام الاسم، واقنعهم انه بلغ فيهم الاسم فخافوا منه. وبعد كده رجعت رحمة تعيط له تاني، فرجعها وقال انها غلبانة. لما سأل وكيل النيابة ليه رجعتها، قال كريم لوكيل النيابة انا كنت بحبها وعارف انها غلبانة، وكنت كل ما بشوفها بفتكر مراتي لان الشبه بينهم جامد. وفي فترة إقامته في بورسعيد اتعرف كريم على أم شهد دي قوادة، وكانت بتبعت له البنات. كانت بعتت له بنتها شهد مقابل 1500 جنيه. وكان بينزل بورسعيد وبيقابلها عند حديقة بدر، كان بيديها الفلوس وبياخد البنت ويمشي. وفي مرة كلمها قالت له إن شهد طفشت، لكن عندها بنت جديدة اسمها نورة. يومها كان عيد ميلاده، تحديدا يوم 15 نوفمبر 2023. وجات له أم شهد مع نورة في توك توك، فدفع عليها 2000 جنيه. ونورة كانت رافضة الكلام معاه، وكانت عايزاه يخلص بسرعة ويمشيها، لكن ده ما عجبهوش. وقال في التحقيقات عملت معاها بعد ما طلعت عيني، بس لقيتها مش عارفة حاجة خالص. ونورة بقت تشتم في أم شهد وتتحاسبن عليها انها اخذت الفلوس كلها. كريم اتضايق من تصرفات نورة وقرر انه ينتقم منها، واعترف انه كان بيتفرج على فيديوهات في مواقع إباحية، وكان عايز يجرب يعملها. وقال ساعتها قررت أقتلها وأعشرها وهي ميتة وآخد حقي منها. وهنا سأله السيد رئيس النيابة وليه كنت مصر على قتلها ومعاشرتها بعد موتها، فكان رده إني مش هدفع 2000 جنيه على الفاضي، أنا جايبها عشان أعاشرها وأمتع نفسي بيها وهي ما عملتش حاجة، فلازم آخد حقي منها. فعشان كده خنقها برباط الروب بتاعه، وبعدها مارس معاها وما صورهاش عشان كان يوم عيد ميلاده وما كانش عنده وقت. فجاب شنطة كبيرة ونزل رماها في منطقة صحراوية عند فرع النادي الأهلي في التجمع، ودفنها هناك في الرمل. وكانت أول مرة يعمل كده، فكان خايف ومرتبك. والمرتبة اللي كان عليها الدم سابها نشفت، وبعد كده قلبها على الوش التاني ونام عليها عادي. وبيحكي إنه كان مع رحمة وتعاطوا كمية كبيرة من المخدرات، وحست إنها مصدعة فادها حبتين منوم على إنه دوا صداع. وبعد كده مارس معاها الرذيلة عادي، وفجأة حس إن جسمها بقي سايب في إيده، وتخيل إنها مراته، وكمل كلامه وقال رحت ماسكها من رقبتها جامد وما سبتهاش إلا بعد ما سلمت روحها وماتت. وبعد كده عشرها 3 مرات وهي ميتة، وصورها فيديو، وجاب أكبر شنطة عنده ولفها بملاية فوشيا وحطها في الشنطة، وطلع على طريق بورسعيد ورماها هناك، وكمل في بورسعيد واشترى مخدرات من هناك ورجع على شقته. وبعد كده الصبح كريم وصل ابنه المدرسة وغسل الشنطة ونام. وبيكملوا يقولوا ان بعد رحمة
عمل علاقات مع بنات كتير تانية، لكن مش بيوصل للذروة زي رحمة. فعشان كده مهما عمل معاهم مش بيحس بنفس الإحساس مع رحمة. فكان بيتفرج على الفيديو اللي بيتصوروا مع رحمة، عشان كده كل مرة كان بيجيب واحدة ويكرر معاها اللي عمله مع رحمة. اتعرف بعد كده على أميرة، واللي قرر انه يعمل معاها نفس اللي عمله مع رحمة، وقال فكرت اني اجيب أميرة واديها قرصين، ولما جسمها يهدى اقتلها واعمل معاها زي رحمة. وفعلا عمل معاها علاقة، وبعد كده اداها قرص منوم، وراح يودي ابنه المدرسة عادي الصبح، ورجع لقاها نايمة فخلص عليها بالكرافتة بتاعته. ولما اتأكد ان روحها طلعت راح ربطها في باب الحمام وعمل معاها، لكنه ما انبسطش، فكان قرفان منها، فجرب معاها في أماكن مختلفة وأوضاع مختلفة وحلق شعرها وصور كذا فيديو ليها. وبعد كده زهق منها وحطها في نفس الشنطة وطلع بيها على طريق بورسعيد، وهي كمان رماها برضه، واشترى من بورسعيد المخدرات ورجع قعد مع ابنه، وبعد كده راح اتقبض عليه. وفي التحقيقات قال كريم ان ابنه زين كان بيبقى موجود في الشقة اثناء ما بتبقى معاه البنات، لكنه بيبقى في اوضته. ولما السيد وكيل النيابة سأله ابنك بيكون فين وانت بتعمل كل ده، قال لي ابني بيكون في الأوضة ومش بيطلع منها، بينام من الساعة 9 لحد الساعة 7 الصبح لحد ما يروح مدرسته. ولما سأله السيد وكيل النيابة هل الأصوات دي بتوصل لابنك، قال لا، أنا ابني ما بيسمعش أي حاجة، لأن لما بيبقى معايا حد بيبقى قافل باب أوضته وأنا ببقى قافل باب أوضتي. وسأله السيد رئيس النيابة هل من الطبيعي إنك تقوم بكل الأفعال دي وابنك موجود في المنزل؟ فكان رده أنا بكون عامل حسابي إني أظهر قدامه بمظهر الأب والأم، وإنه بيكون بعيد عن أي حاجة وحشة أنا بعملها. وكانت دي ملخص لاعترافات كريم محمد سليم نصر سفاح التجمع. أما بقى عن جثث البنات اللي لقيوها، فأهالي البنات رفضوا يستلموهم وسابوهم في المشرحة، واتحكم عليه بإحالة أوراقه للمفتي. وهنا أسدل الستار على مسرحية سفاح التجمع، وكانت النهاية. لكن على حسب أقواله إنه ما كانش همه كل اللي عمله ده وكل اللي حصل، لكن كان كل اللي همه على حسب أقواله إنه كانوا بيضربوه في الاسم وكانوا بيعذبوه. وإزاي يتقبض عليه وإزاي يتعرف سفاح التجمع؟ هو في الأصل كان بيدرس إنجليش على تيك توك، كان عنده موقع كبير على تيك توك وفيه آلاف المتابعين. فتواصلت معاه واحدة على أساس إنه يديها درس خصوصي، وطبعا هي ما كانش ده القصد طبعا، فهي كانت واحدة من البنات اللي بتروح له. فكان على علم من أهلها إنها راحة لكريم على أساس إنه هيديها درس خصوصي. فلما اختفت البنت قاموا أهلها بإبلاغ النيابة على أساس إن البنت متغيبة لها فترة، وكانت إنها راحت تاخد درس خصوصي عنده مدرس تعرفت عليه من على تيك توك، كان بيدي حصص واسمه كريم. وعن طريق كده عن طريق كريم كاميرات المراقبة راقبوا كريم، شافوا هو بيطلع من الكومباوند بالعربية بتاعته في الليل بطريقة غامضة، وفعلا راقبوه ووصلوا لكل الجرائم اللي هو عمل. طيب احنا بنسأل نفسنا سؤال دلوقتي، هل تربية كريم بره مصر هي كانت السبب في سلوكه ده، ولا انه اتربى في بلد عاداتها وتقاليدها غير عاداتنا وتقاليدنا خالص، ولا خيانة مراته ليه؟ اكتبوا لي في الكومنتات ايه سبب انحراف كريم، ازاي نحافظ على اولادنا من اي سلوك عدواني او اي سلوك منحرف. والله خير حافظا وانت ارحم الراحمين.